كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله للأرواح نور، تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله أبدا قصور، فمن بركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أيام نستقبل ليلة النصف من شهر شعبان، وهو شهر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهر عظيم، وأوصى أمته المحمدية بالإكثار من الصيام في شهر شعبان، وهذا لحكمة من ضمنها أن يهيئ الإنسان نفسه لشهر رمضان المعظم. نتحدث قليلا عن ليلة النصف من شعبان وما جاءت به السنة النبوية في هذا الباب. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. رواه ابن ماجه. هذه الليلة ليلة اختصها الله سبحانه وتعالى لينظر في أعمال عباده، حصيلة العام كله من الأعمال والأفعال والأقوال التي يمارسها العبد، يطلع الله عليها في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا أداة استثناء، إلا لمشرك أو مشاحن. المشرك واضح، يعني من ظاهرها تعرف عن نفسها، الذي يشرك بالله شيئا وهو الكافر، وهو الذي يجعل لله ندا وضدا له، عافانا الله وإياكم من هذا الشرك. والثاني المشاحن. المشاحن بمعنى الخصومة، الذي يكون بينه وبين أخيه المسلم خصومة أو شحناء أو بغضاء، فيؤخر الله سبحانه وتعالى هذين الاثنين، المشارك والمشاحن، لا يغفر لهما. لماذا؟ بسبب هذا الأمر، إن كان مشركا أو كان صاحب خصومة. وجاء في الحديث الآخر: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. فيؤخر الله سبحانه وتعالى المغفرة لهما بسبب هذا العمل. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث يبين أن لله سبحانه وتعالى يومين في الأسبوع يطلع كذلك الله سبحانه وتعالى على أعمال عباده. قال عليه الصلاة والسلام: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. نقف وقفة قصيرة في بداية هذا الحديث. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. سأضع مقارنة بسيطة. كلكم يعرف حينما تكون هناك مباراة لكرة القدم لمنتخب البلاد، يتسارع الناس إلى شراء التذاكر، ومن تحصل على تذكرة الدخول إلى الملعب فكأنه حاز الدنيا كلها.
وتشتد فرحته إذا فتح باب الملعب ودخل. كاين هذه قاع متفقين عليها. نسقط هذا المعنى، نسقطه في هذا الحديث: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا لمشرك أو مشاحن. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، لكن لا يتهاتف الناس لشراء تذكرة ليدخلوا الجنة من هذين اليومين. إذن هناك خلل في النفوس، هناك خلل في الإيمان. لماذا تشتد الفرحة في أبواب الدنيا ولا تشتد الفرحة في أبواب الجنة؟ أحد الصحابة يقول: لو دخلت رجلي اليمنى إلى الجنة ورجلي الأخرى خارجها ما ضمنت دخولها. هذا صحابي جليل مبشر بالجنة، ونحن نتماطل ونغفل كثيرا عن هذا الأمر. إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال، النبي يقول: فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، وكررها: أنظروا هذين حتى يصطلحا، حتى تكرار الجملة فيها معنى وفيها مغزى. الغريب الذي نأخذه من هذا الحديث أن هذا العبد كما قال النبي: إلا لعبد، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا لمشرك أو مشاحن. المشرك مفروغ منه، المشاحن هذا هو عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا، لماذا لا يغفر له؟ هذا هو الإشكال. عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا ولا يغفر له، دخل في زمرة المشركين ممن يؤخرون في المغفرة حتى يسلم المشرك وحتى يرجع عن الخصومة هذا العبد. سبب بسيط يمنعك من مغفرة الله ورحمته. كل هذا الكلام اللي أنا نقول فيه كي نبين أن الإنسان مهما كانت قوته ومهما كانت عزة نفسه وكبريائه فإنه لا يعلو على الله سبحانه وتعالى. كاين بزاف ناس يحبوا يتصالحوا لكن تديه العزة بالإثم، يقول كان نروح نهضر مع هذاك، أنت لا تذهب إليه لترضيه أو للون عينيه، بل أنت ترضي الله سبحانه وتعالى. أنت تنزع ذلك الغل أو ذلك الحقد في قلبك. أنت دير نية وبادر ولا يهمك ردة فعله، فأنت الذي يهمك هو مرضاة الله سبحانه وتعالى. وكفى بهذا شرا أن يكون العبد مسلما ولا يشرك بالله شيئا ثم لا يغفر له. هذا غريب جدا. معنى هذا أنه ليس مؤهلا لرحمة الله مهما فعل من الطاعات من الأعمال الصالحات، لكن بسبب خصومته مع أخيه المسلم فهو ليس مؤهلا بعد لرحمة الله سبحانه وتعالى. وكلما تأخر الصلح كلما تأخرت مغفرة الله له. فليبادر كل إنسان إلى هذا الأمر، ونحن على مقربة من ليلة النصف من شعبان، فيحاول الإنسان أن يراجع نفسه ويجد طريقة مناسبة ليخرج من هذا المأزق، لأنه هذا مأزق حقيقة. يعني ربنا سبحانه وتعالى يطلع في ليلة النصف من شعبان على أعمال عباده. أضرب لكم مثلا في واقعنا المعاش. في كل مؤسسات الدولة توجد سجلات وكراريس إلى غير ذلك. من وقت إلى آخر ربما يأتي المدير أو يأتي الوزير أو يأتي الوالي أو المفتش ليطلع على ذلك السجل أعمال مؤسسة ما، فينظر في هذا العمل، فإن وجده
مناسبا وهذا الشخص قام بدوره فيقدم له ملاحظة جيدة ويؤجر عليها، وإن كان غير ذلك فيخصم له ويعاقب. وتجدنا كلنا من نفسي وروح نعتني بتلك السجلات ونملأها ونحسن ذلك العمل، لأن أولا هذا مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وثانيا لأداء العمل بشكل أفضل، لأن الشريعة أمرت بأن يتقن الإنسان عمله. لماذا لا يكون هذا الحرص مع الله سبحانه وتعالى؟ نعرف أن الله يطلع على أعمال عباده في ليلة النصف من شعبان ولا نحرك ساكنا، ونعرف أنه كل يوم اثنين ويوم خميس تفتح أبواب الجنة ولا نحرك ساكنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. لذلك كانت سنته أن يصوم الاثنين والخميس. لماذا لا نستنبط أو لماذا لا نستأنس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ونصلح أولا ما بيننا وبين أنفسنا وما بين إخواننا، سواء كانوا أزواجا أو أصدقاء أو زملاء أو إخوة إلى غير ذلك من الأمور، لأن الدنيا هذه لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لو ساوت الدنيا عند الله جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران. لا تساوي جناح بعوضة، فعلى ماذا نتخاصم وعلى ماذا نتباغض؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يوصي فيقول: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا فعل أمر يوجب الوجوب، الحتم والإلزام. إذا أمرك من هو أعلى منك رتبة فأنت تمتثل لأمره، فلماذا لا نمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة الحسنة؟ وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم تتمة للحديث أن يهاجر أخاه فوق 3 ليال، وواقعنا نرى غير ذلك. النبي قال 3 ليال لأن العبد يخطئ ويصيب وله نفس يغضب ويحزن، فالنبي أعطى مهلة ل3 أيام أو 3 ليال. معلش تتزاعف مع أخوك ولا مع زوجتك ولا مع صاحبك ولا مع أخوك، نهار 2 3 خلاص تعود ترجع له. نحن نرى الخصومة بالسنوات بين الإخوة، بين الأصدقاء، بين الأزواج، بين الوالدين وأبنائهم. وقد كفى ووفى أخونا الذي قام بدرس بعنوان عقوق الوالدين في الجمعة الماضية، كفى ووفى. لا أقول في هذا العنوان شيئا بعده. سنوات، غريب والله غريب. وتجده يصلي ويزكي ويصوم، ومعاملته مع أصدقائه ومع أقرانه أحسن من معاملته مع والديه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تبغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لامرئ أن يهاجر أخاه فوق 3 ليال. هذا الحديث وكونوا عباد الله إخوانا يأخذنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وفي قراءة فأصلحوا بين إخوتكم. ليس الأخوة بأن تقول كيف حالك يا أخي المسلم أو أخي إن كان شقيق، لا، بل بالمعنى، بالعطف وبالسماحة، ليس فقط بالكلمة بل بالمعنى. يعني تكون بينك وبينه مودة، تحترمه ويحترمك، كما نقول احنا بالعامية القدر بيناتنا. هذا أضعف شيء. على الأقل حينما تلتقي أخاك المسلم تسلم عليه ويرد عليك: السلام عليكم. وعليكم السلام، شراك لا بأس. يعني كلام لطيف بدون خصومة، هذا أقل شيء. يقول الإمام مالك رحمه الله وهو يفسر هذا الحديث،
قال أحسب التدابر، قال ما نقول باللي هذا التدابر والتنافر هو ما هو إلا الإعراض عن أخيك المسلم. يعني مقولة مالك في حديث قال الإعراض أو التدابر الذي حث عليه الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا ولا تدابروا، قال أحسب هذا الإعراض عن أخيك المسلم بوجهه، معناته تشوفه تدور وجهك. هذا هو معنى الحديث، وهذا من أقبح الأفعال. قديما حينما يكون هناك تنافر وشجار بين الأصدقاء والإخوة قيفوت عليه يهبط راسه يروح بلا يسلم عليه بلا يكلمه. ذرك عدنا نشوفوا أشياء غريبة، يشوف خوه من بعيد ولا صاحبه من بعيد ويروح يبدل الشارع، وإذا التقت عينه مع عينه أعطاه بظهره. هذه هي مقولة مالك، أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك المسلم فتدبر عنه بوجهك. ونحن نحاول أن نعالج مثل هذه القضايا كي لا تكون في الأمة الإسلامية. نأتي الآن إلى بعض المسائل أو بعض الأسئلة التي تردنا ونحن على مقربة من شهر رمضان. أولا في قضية قضاء رمضان في شعبان، بعض النساء لهم عذر شرعي ويخرج رمضان ولا تقضي حتى يأتي شعبان القادم، فنقول عليكم المبادرة بالقضاء في شهر شعبان قبل أن يدخل رمضان. والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أقضي ما علي من رمضان إلا في شعبان، لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم من شغله وأموره. فهذا الحديث هو دليل لكم على القضاء في شعبان. والله سبحانه وتعالى يقول فعدة من أيام أخر، لم يحدد شهر أو شهرين. بما أن رمضان لم يدخل فعلى الإنسان أن يبادر في القضاء، سواء بعد رمضان مباشرة أو يختار الأيام مثل أيام الشتاء يكون النهار قصيرا وليس متعبا، ومن تأخر بها الأمد لظروف أو إلى غير ذلك من أمور الدنيا فعليها أن تقضي في شعبان قبل أن يدخل رمضان. إذا دخل رمضان ولم تقضي ما عليها سواء رجل أو امرأة هذه مسألة أخرى. كان اللي يدخل رمضان جاي ما قضاش رمضان اللي فات، هنا إن كان تفريطا منه فيلزمه القضاء والإطعام. القضاء لأنه واجب عليه أن يقضي ما أفطره من رمضان، والإطعام هو عقوبة له لأنه فرط ولم يقضي في الوقت المحدد. هذه مسألة يجب الانتباه لها. هناك شخص آخر في مسألة أخرى يسأل عن حكم طاعة الزوج، هذا بينه وبين زوجته خلاف، وهناك بعض الأفكار التي تصل إلى أذهان بعض النساء أنه في حال الخصومة بينها وبين زوجها ترى أن طاعته ليست واجبة، وهذا خطأ شائع. فطاعة الزوج واجبة. قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. بما أن الله جعل القوامة للرجل فهو سيدها وهو رئيسها وهو رب البيت. في بعض الآثار لا يحضرني الحديث لكن في معناه المرأة جنتها ونارها زوجها، فإن أطاعته دخلت الجنة وإن غير ذلك فالعياذ بالله. من غير أن ندخل في التفاصيل، الحكم الشرعي في هذه المسألة أن طاعة الزوج واجبة تطيعه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا كي تتضح الصورة. هناك شخص آخر يطلب الدعاء لوالده بالرحمة، وهو من المحسنين في هذا المسجد، يعني يقوم بعدة أمور خيرية في هذا المسجد، فطلب من الدعاء لوالده بالرحمة. فادعوا الله في سجودكم لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فادعوا لأخيكم هذا بالدعاء لوالده بالرحمة ولجميع المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هناك سؤال هو نفسه يعني عن حكم طاعة الزوج.
ثم ذكر في آخر سؤاله: هل تقبل من الزوجة الصلاة والصيام والزكاة وهي تخالف زوجها ولا تطيعه وتقول أشياء أخرى؟ هذا أمر ليس متعلق، يعني لا، الصلاة والعبادات التي بينها وبين الله لا ترتبط بطاعة زوجها، فبينها وبين الله نحن نقوم بالعبادات، نصلي ونصوم ونزكي ونرجو من الله القبول، فليس ملزما ألا يقبل منها أعمالها بسبب عدم طاعتها لزوجها، والعلم عند الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير.